This is what it feels like. أنا أسماء ودي قناة ليزي أندر. هنعرف النهاردة الفرق ما بين العربية الهايبريد والعربية الهيدروجين. الهايبريد هدف تصنيعها هو استخدام بنزين أقل ويبقى كفاءة موتور أعلى وانبعاثات من العربية أقل. الهايبريد بتشتغل بموتورين، علشان كده هي اسمها هجين، واحد بنزين وواحد كهرباء. البنزين هو اللي بيحرك العربية وكمان بيولد طاقة كهربائية بتتخزن في مجموعة بطاريات موجودة في شنطة العربية أو تحت الكرسي الخلفي، والبطاريات دي هي اللي بتشغل الموتور الكهرباء. بعدين الموتورين ممكن يشتغلوا بالتوازي مع بعض أو ممكن يشتغلوا بالتتابع كل واحد لوحده. وبشكل عام في السرعة البطيئة الموتور الكهرباء هو اللي بيشتغل، ولما السرعة بتزيد موتور البنزين هو اللي بيشتغل. واللي بيتحكم في القصة دي كلها هي مجموعة كمبيوترات موجودة في العربية وتعتبر هي أساس العربية الهايبريد. العربيات الهايبريد ملهاش مخرج كهرباء وبيتحط لها بنزين عادي جدا من محطة البنزين. تكلفة البنزين كلنا طبعا عارفينها، لكن العربيات الهايبريد بتستعمل بنزين أقل من العربيات العادية. سعر العربيات الهايبريد تقريبا نفس سعر العربيات البنزين. سعر إنشاء محطة بنزين كاملة بتوصل ل 300,000 دولار. أما بالنسبة للعربيات الهايبريد هي تعتبر تكنولوجيا انتقالية من حالة البنزين الكلي إلى حالة الكهرباء الجزئية، وهي تكنولوجيا مؤقتة وهتنتهي قريب جدا. العربيات الهيدروجين هدف تصنيعها هو استخدام بديل أرخص للوقود ومتوفر في الطبيعة أكتر، زائد كفاءة موتور خرافية، زائد انبعاثات 0%. الهيدروجين بتشتغل بموتور كهرباء، لكن بدل ما تشحن البطاريات من مخرج كهرباء بتشحنها عن طريق خلايا هيدروجين، وهي عبارة عن طاقة كيميائية بتتحول لطاقة حركية علشان تحرك العربية بعد كده. وده بيحصل عن طريق تفاعل الهيدروجين مع الأكسجين في خلية لتوليد الطاقة الكهربائية، أو بشكل أقل انتشار عن طريق حرق الهيدروجين في موتور احتراق داخلي. ولما بتشغل العربية الهيدروجين بتسحب هواء اللي هو مليان أكسجين بتدخله للخلية بتاعة الوقود، وفي نفس الوقت بيتحقن الهيدروجين ده داخل الخلية من خلال الخزان بتاع العربية. ولما بيتفاعل الأكسجين مع الهيدروجين داخل الخلية بيطلعوا كهرباء زائد مية. الكهرباء بتروح للموتور، والزيادة من الكهرباء بيروح يشحن بطاريات إضافية، دي بتساعد العربية إنها تمشي مسافات أطول. أما المية بتخرج من العربية عادي مية، لا حقيقي بتخرج مية، مفيش أي حاجة تانية. والعربيات الهيدروجين ملهاش مخرج كهرباء وبتحط هيدروجين زيها زي البنزين بالظبط من خلال محطات، وبتاخد تقريبا نفس الوقت من 4 ل 5 دقايق تكون مونت العربية هيدروجين. الهيدروجين سعره أرخص بكتير من البنزين. سعر العربيات الهيدروجين غالي جدا، وده بسبب قلة الإنتاج بتاعها. سعر إنشاء محطة وقود هيدروجين بتوصل ل 2 مليون دولار، وعشان كده قلتلكوا إن البنزين بتوصل ل 300,000 دولار. شفتوا الفرق كبير إزاي؟ بلس إن تكنولوجيا الهيدروجين دي تكنولوجيا جديدة جدا ومستمرة ودائمة، لأن فيها مميزات الهايبريد ومميزات الكهرباء وعيوبها قليلة جدا. ومع تطور التكنولوجيا دي هيوصل إن يكون في عربيات خارقة للعادة. وما تنسوش إن قنبلة الهيدروجين أقوى بآلاف المرات من قنبلة النووية. وفي الحلقة الجاية
هتكلم عن أنواع العربيات اللي موجودة في السوق العالمي دلوقتي وتكون صديقة للبيئة.